السلام عليكم. في الفيديو ده هنعمل مقارنة جامدة بين جهازين. الجهاز الأول هو من أوبو ال A5، والجهاز التاني من فيفو وهو ال Y29، وهقول لك تشتري أي جهاز فيهم ومميزات وعيوب كل جهاز. بس لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. ويلا بينا. أولا التصميم، الخامات جاية في الجهازين من البلاستيك، وبالنسبة للشكل فده أذواق، لكن أنا بالنسبة لي شكل الفيفو ومسكته بيديك إحساس بالفخامة شوية، او بيعلي من الفئة يعني بيعلي من الاحساس من الفئة الموبايل. وفي فرق في التصميم اللي هو تحمل الصدمات، وده جاي لصالح الاوبو. وركز معايا في الفروقات عشان تشوف هتختار اي جهاز فيهم يعني بالنسبة لاستخدامك انت. وانا في النهاية هقول لك اي جهاز افضل من التاني. اما بقى بالنسبة للشاشة، فالشاشتين جايين اي بي اس ال سي دي، ونفس الدقة ونفس الالوان الشاشة اللي هي 16 مليون لون، ونفس كثافة البكسلات وهي 264 بكسل. لكن الفرق هنا جاي لصالح الفيفو واي 29 في معدل تحديث الشاشة، وهو بتردد 120 هرتز مقابل 90 هرتز للأوبو A5. وده هيخليك وانت لو انت بتستخدم تطبيقات كتير وبتكون فاتح تطبيقات كتير على الموبايل، هيفرق معاك في التنقل والسكرول، وهيفرق معاك. وبكده الفرق ده لصالح الفيفو واي 29. اما بقى بالنسبة للمعالج والاداء، الاوبو اي 5 جاي بمعالج من كوالكوم وهو سناب دراجون 6 اس جين 1 بمعمارية 11 نانو متر، معرفش ازاي. اما فيفو واي 29 جاي برضه بمعالج من شركة كوالكوم ولكن مختلف شويتين، وهو سناب دراجون 685 بمعمارية 6 نانومتر. وده معالج افضل واقوى، وكمان المعمارية بتاعة المعالج هتفرق معاك في استهلاك الطاقة، وهيكون افضل من معالج الاي 5 في الاداء. بالنسبة للأداء هيفرق معاك، يعني مش هقولك الموبايلين للألعاب، لكن الموبايل الفيفو معالج أقوى وهيأدي معاك في الألعاب أفضل، ومش هيكون فيه لاج، وخاصة مع تردد معدل تحديث الشاشة. فهو بكده لا، أنا بالنسبة لنا المعالج والشاشة هما لصالح فيفو. وبكده عندك كده 90% من الجهاز من الأجهزة هو رايح لصالح فيفو. اما معالج الرسوميات فهو نفسه في الاتنين، وهو ادريانو 610. وفي فرق هقول لك عليه مرات تحتاجه في الاي 5. الاي 5 بيدعم تركيب شريحتين وكارت ميموري مع بعض، لكن فيفو بيدعم كارت الميموري هيكون مكان شريحة. اما البصمة في الاتنين فهي بتيجي في زرار الباور. من خلال تجربتي انا الشخصية مش هيقابلك اي مشاكل في الجهازين، والجهازين بينزلوا باندرويد 15، والاوبو جاي بواجهة كالر او اس 15، والفيفو فانتاش ب 15 برضو، فانتاش 15 اسف. اما البطارية بس ما تنساش تقول لي رأيك ووجهة نظرك في تعليق عشان تفيد غيرك هتختار اي موبايل فيهم بعد ما تسمع الفيديو للنهاية. اما البطارية بقى في الاوبو الاي 5 بتيجي بقدرة 6000 ملي امبير مع شحن سريع بقدرة 45 واط، والشحن كمان موجود في العلبة. اما بقى في الفيفو الواي 29 بتيجي البطارية 6500 ملي امبير وشحن 44 واط، والشحن برضو موجود في العلبة. هنا في فرق في سرعة الشحن، بس شحن لا فرق لا يذكر ومش هتحسوا بيه. 45 واط من 44 واط في سرعة الشحن تقريبا مش هنحس بيه كسرعة شحن. اما هنا البطارية 6500 وفي الاي 5 6000، يبقى كده في فرق 500 ملي امبير. وكمان في فرق انا اتكلمت عليه بس ممكن اذكرك بيه، ان معمارية المعالج نفسها بتاعة المعالج الفيفو موفرة في استهلاك الطاقة اكتر من معمارية المعالج في الاي 5. وكمان الصوت بيجي هنا لصالح الفيفو واي 29 استيريو في الاي 5 مونو. وكمان عندك التصوير والكاميرات، الكاميرات كأرقام 50 ميجا بكسل وكاميرا للعزل 2 ميجا بكسل في الجهازين، لكن من خلال تجربة حقيقية الفيفو أفضل في المعالجة. والكاميرا الأمامية في الأوبو 5 ميجا بكسل، أما في الفيفو 8 ميجا بكسل. وبكده صالح الكاميرات ده كده يبقى رايح للفيفو. أما بقى نسخ الجهاز فالجهاز بتوفر منه 628 مع 128 و256. والسعر، وعلشان نكون منصفين هنقارن نسخة واحدة من الاتنين وهي التمانية 256. الفيفو بقى جاي هنا في حوالي من 8500 ل 8600، دي للنسخة 8 256 بما يعادل $180.
اما في الاوبو اي 5 جاي ب 9500 جنيه بما يعادل 200 دولار. يعني انا كده المفروض على شرح الفيديو نفسه المعالج افضل والدنيا افضل، المفروض نلاقي فيفو اغلى، لكن في فرق في السعر برضه وهو لصالح الفيفو. وتعالى اقول لك بقى الخلاصه، الاوبو هيفرق معاك في مقاومته الاعلى للصدمات، والفيفو هيفرق معاك بقى فروقات الفيفو اكتر في المعالج ومعدل تحديث الشاشه والتصوير الفعلي للكاميرات مش الارقام، وسعة البطارية الأكبر. الأوبو هيفرق معاك زي ما أنا قلت لك في سرعة الشحن وفرق لا يذكر مش هنحس بيه، والسعر كمان أقل من الفيفو شوية حلوين، يعني تقريبا 1000 جنيه فرق. والصوت كمان في الفيفو هيديك تجربة مشاهدة محتوى أفضل عشان الصوت ستيريو وصوت ممتاز بالنسبة للإي 5. ولو حابب تشوف مراجعة كاملة للفيفو هسيبها لك في الوصف، ولو استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة.